عندما تدق في مساء الأول من يونيو من عام 2024 عقارب ساعة بيج بان الأسطورية، مشيرة إلى تمام 9 بتوقيت لندن و10 بتوقيت القاهرة، سينقشع ضباب العاصمة اللندنية، وسيزيح ويمبلي مسرح المباريات المصيرية وأيقونة الملاعب الإنجليزية الستار عن موقعة كروية من نوع خاص لحساب نهائي البطولة الأغلى في العالم، دوري أبطال أوروبا. موقعة عنوانها الملوك المتوجة في مواجهة الأسود الطامحة، كونها تجمع بين الملك كبير القارة العجوز وزعيمها ريال مدريد الإسباني وصاحب الرقم القياسي في التتويج بالكأس ذات الأذنين بعد أن رفعه 14 مرة سابقة، ومنافسه الألماني بروسيا دورتموند أسد الفستيفاليا، والذي يعد بمثابة الضيف المفاجئ الذي لم يكن اسمه مدرجا في قائمة المدعوين المتوقعين في حفل النهائي رقم 69، والباحث عن تعزيز لقبه الوحيد الذي حققه تحت قيادة المخضرم أوتمار هيتسفيلد في عام 1997 على حساب سيدة يوفنتوس العجوز. والعائد بعد عبور باريس سان جيرمان إلى ويمبلي الذي شهد إخفاقه في نهائي 2013 أمام بايرن ميونخ، والذي كان قاب قوسين أو أدنى من إعادة كتابة التاريخ لولا ثنائية خوسيليو والتي أطاحت به من نصف النهائي وصعدت بالريال المرة 18 في تاريخه إلى النهائي كرقم قياسي. وإذا كان ريال مدريد بين محبيه وفي ربوع القارة الأوروبية ملك، فإن لديه ساحر روض سحره حتى جعل منه رفيق وصديق ومنعهم من أن عليه ينقلب، وهو المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي صاحب الأرقام القياسية في المسابقة، كونه أكثر من خاض مباريات وحقق انتصارات، بالإضافة إلى أنه أكثر المدربين تتويجا بدوري أبطال أوروبا برصيد 4 ألقاب، حقق نصفهم مع روسونيري ميلان والنصف الآخر مع ريال مدريد، والذي يرغب في قيادته هذا الموسم لتحقيق إنجاز جديد يواصل به السحر والإبهار وكالعادة لفت كل الأنظار، والذي يتربص لخطفها منه هذه المرة مدرب دورتموند الشاب إيدن تيرزيتش الألماني الجنسية ذو الجذور الكرواتية، والذي لا يعد غريب على الأجواء الإنجليزية وتحديدا اللندنية، كونه عمل 2 سنين في نادي وستهام يونايتد كمساعد للمدرب الكرواتي سلافن بيلاتش، أحد المؤثرين في مسيرة تيرزيتش التدريبية، والذي بدأ عهده بها كرجل أول مع بروسيا دورتموند في عام 2020، ونجح بعدها بعام في التتويج معه بلقب كأس ألمانيا. وكان الموسم الماضي قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب الدوري الألماني، وها هو الموسم الحالي يسعى إلى دخول التاريخ من أوسع الأبواب وتحقيق لقب جديد على حساب ريال مدريد صائد وملك الألقاب. وفي الأخير وبعد كل ما ذكرنا من معطيات، قد تبدو المواجهة على الورق غير متكافئة، ولكن على أرض الواقع دائما ما تنحاز الساحرة المستديرة للمجتهد والمقاتل، وسيكون بساط ملعب ويمبلي الأخضر خير دليل وشاهد، وكلها ساعات وسنعرف إذا كان الملك ريال مدريد سيواصل الحفاظ على التقاليد والعادات وسيظفر بلقبه 15 والعشرون لأندية إسبانيا، أم سيكون لأسود دورتموند رأي وكلمة وسيضعون على قميصهم الأصفر النجمة الذهبية الثانية ويرفعون عدد ألقاب الأندية الألمانية إلى الرقم 9، وهو التوقيت الذي ستشير إليه عقارب ساعة بيج بان اللندنية في الأول من يونيو، إذانا ببدء الملحمة الكروية الأوروبية بين ملوك البرنابيو وأسود الفستيفاليا.